صحيح، لكن في أسباب أكيد ممكن تبقى فيها حتّة فنية، يعني تتناقش وتحاول تحلّها، لكن إمتى تبقى مشكلة؟ إمتى تبقى مشكلة؟ إمتى المشكلة لو الأمر ده متكرر مثلًا، يعني لو الأمر مثلًا يعني مثلًا يعني كابتن جمال اتكلم على الأهلي بيمثّل مصر، فطبعًا من حقه إن هو يبقى شايف إنه ممكن يوصل أحسن يعني، أنا إمم. كمان يعني إمتى تبقى مشكلة لو أنا مثلًا على طول باطلع رابع مثلًا في مجموعتي، مثلًا يعني على مدار مثلًا طالما ذكرنا بالشيء يُذكر يعني، الزمالك من 2004 لحد أو من 2002 لحد 2025 تمام، ما عدّاش دوري المجموعات أصلًا في أفريقيا مش في كأس العالم، إمم. تمام، غير 3 مرات في حياته سوري من 23 سنة، 23 سنة دوري المجموعات ما عدّاهوش، يعني بيطلع يا تالت يا رابع، تمام، فدي تبقى المشكلة عندي، لكن لأ، لمّا لأ، تبقى لأ، ده وصل للنهائي لا 3 مرات بس. مع صن داونز. ما عداش المجموعات، ما عداش المجموعات، يعني 2005 لعب قبل النهائي قدام الاهلي، أيوه، 2016 وصل النهائي، أيوه، 2020 وصل النهائي، انا أيوه. بقول لك ما عداش دوري المجموعات غير 3 مرات، آه. مش أنت موصول قُلت 3 مش مرات، أيوه انا قلت ماشي. 3 مرات مش مش وصل قبل نهائي، ده ما أيوه. عداش دور المجموعات اصلا، إمم. فدي تبقى المشكله. إمم. لكن لما تحصل لي مره في ليفل عالي جدا زي كاس العالم إمم. للانديه، تمام، ازعل وادور على الاسباب، لكن تبقى امتى المشكله؟ لما يكون حالي من حال نادي الزمالك، إمم. ان انا ابقى في افريقيا بطوله اضعف من كاس العالم للانديه بالتاكيد. يعني إيه حالك من حل نادي الزمالك؟ يعني لو معلش. انا بطلع الرابع على طول مثلا في مجموعتي في افريقيا، آه. بطلع ثالث في افريقيا، آه. تبقى هنا في مشكله كبيره. آه. لكن لما تحصل لي مره في كاس العالم للانديه، إمم. تمام، اذا في ممكن دي كوره، دي ممكن تحصل في ليفل اعلى بكتير، أيوه. ومع ذلك احنا ما سكتناش، بندور على الاسباب. إمم. لكن امتى تبقى مشكله؟ لو الامر ده بيتكرر أيوه. بس. طيب ما أنت برضه ما عدّيتش لا المركز التالت حتى في البطولات اللي قبل كده، يعني ايه؟ يعني ما تجاوزتش المركز التالت. انت بتقارن ايه بايه بس؟ مش يعني قصدي، أنا بتقارن كاس باتكلم العالم إن الأهلي للانديه، لم بتقارن كاس يتجاوز العالم للانديه، المركز وانا بقول لك التالت. ده إمم. اعلى مستوى في العالم. إمم. انت متخيل الماتش اللي بعد بكره ده مين بيلعب مين ومين بيلعب مين؟ احنا عايزين نفرق بين فاحنا النسخة دي والنسخ اللي حلو فاتت. قوي، حتى النسخ اللي فاتت، امم. حتى النسخ اللي فاتت، يعني انت في اوقات بتوفق وفي اوقات ما بتوفقش، لكن انا بتكلم على ترتيب مجموعه، امم. انا شرحتها لك بس. اه. اه. تمام. يعني هو كابتن جمال برضو ما غلطش. السلام عليكم. رضا عبد العال طبعا يا جماعه عارفين قبل كده قعد يمقمق السنه اللي فاتت كتير، وبيتكلم على ان قفشه لازم يلعب اساسي ويلعب على اي حد، وكان بيلمح كمان على امام عاشور وحسين الشحات. دلوقتي مش عاجبه ان قفشه لاعب اساسي، ورغم تحفظنا الكبير على اداء النادي الاهلي والمدرب، وكان في غلط في التشكيل فعلا، ولكن مش بنفس الطريقه اللي بيقولها رضا عبد العال. عايز اقول كلمتين مهمين جدا بس. اول حاجه، كلنا طبعا زعلانين على النتيجه والاداء، يعني على الاداء كمان قبل النتيجه. صحيح الاهلي كان ماسك الكوره طوال المباراه، وكان عامل هجوم ضاغط جدا، وفريق مودرن سبورت كان مقفل، وكان محاشر ال 11 لعيب كلهم في منطقه جزاء، وده بيدي صعوبه لاي منافس. لكن انت برضو كمدرب محترف وعندك امكانيات كتيره في اللاعبين، لازم يكون عندك حلول للمشكله دي، لان اكيد 90% من الفرق اللي هتقابلك هتلعبك بنفس الطريقه. قليل جدا لو لقيت فريق هيحاول ان هو يبادلك الهجوم ويهاجمك ويعمل معاك كوره حلوه ويفتح وتلاقي فيه فرص وامكانيات. لازم هتلاقي معظم الفرق بتأدي بنفس الطريقه، طريقه الزوم ديفنس دي. فلازم انت كمدرب يكون عندك حلول للمشكله دي. ثانيا، انت كنت تلعب براس حرب واحد، يعني اللي هو محمد شريف، رغم ان منطقه الدفاع او طريقه الدفاع اللي عملها مودرن سبورت كانت محتاجه مهاجم تاني زي جراديشار بجانب محمد شريف من اول مباراه عشان تقدر تحسمها. المباراه دي لو كان جه فيها جون في وقت مبكر كان فك الدفاع جدا، وكان عمل اريحيه للاعبين وعمل ثقه، وكان ممكن تجيب 2 و3 و4. لكن مع مرور الوقت والنتيجه التعادل 0-0 ادى ثقه لمودرن سبورت، واداهم بقى فرصه ان هو يبدا يطمع بقى يطلع بالتعادل اللي هو طلع بيه فعلا. مودرن سبورت كان متقدم. كمان عندنا برضو تساؤل عن عدم وجود ديانج، يعني مش عارف انا ايه موضوع اليو ديانج، ليه المدربين مش بيلعبوه، رغم ان المدافع خط وسط ومدافع، يعني خط وسط ومدافع بيميل بواجبات دفاعيه قوي جدا جدا. كان ممكن ان انت يعني يعمل معاك زياده في الضغط على فريق مودرن سبورت. انا كان عندي تحفظ كبير جدا على اداء محمد شكري رغم ان اجابته، كمان برضو احمد رضا، يعني برضو انا كنت افضل، يعني كمان برضو اتاخر ليه ما نزلش حسين الشحات، اتاخر نزول
جراديشار، يعني كمان برضو مصطفى شوبير بكل امانه، رغم ان احنا علقنا عليه امل كبيره جدا، وانا واحد من الناس اللي كنت بقى طالب بان احنا نديله فرصه ولا زلت يعني، ولكن بكل امانه الاداء ما كانش على المتوقع، خاصه في الجون الثاني او الهدف اللي هو كان برعونه كده بصاه للدفاع، كان ممكن طبعا كان بيلعب بثقه زياده، وهو تسبب في الهدف الاول من وجهه نظري. الهدف الاولاني اللي جابه مودرن سبورت بكل امانه اللي تسبب فيه، لو رجعنا اللعبه قبل ما تروح للاعبي مودرن سبورت، كان مع مصطفى شوبير واداها برعونه لاقرب مدافع كان ممكن يتخلص منها بشكل عالي جدا، كان يريح نفسه ويريح الدفاع. لكن انا حسيت ان هو كان عنده ثقه زياده وهو بيلعب، ومش عايز اقول غرور، يعني هو دلوقتي خد فرصه كان المفروض يمسك فيها بايديه واسنانه ويؤدي اداء قوي احسن من كده. بكل امانه مصطفى شوبير ما عجبنيش. المباراه البدايات كانت بتحتاج الشناوي لسبب، لان البدايات بتكون فيها شويه نوع من التوتر، بيبقى استعجلين على المكسب، لسه بدايه الدوري، وكمان انت عايز تبدا بدايه قويه وتحقق نتيجه جيده. طبعا مع عوده امام عاشور، امام عاشور بكل امانه لا غنى عنه في وسط الملعب خالص، بيدي حيويه ونشاط، وبيقدر عنده واجبات هجوميه كتيره جدا وانطلاقات، بيفتح للعيبه اماكن، بيدي فرص للعيبه. لا، بين محمد امام عاشور يا جماعه بيفرق جدا جدا وجوده مع النادي الاهلي. ان شاء الله مع عوده امام عاشور هيكون في برضه، وطبعا عندنا مروان عطيه خط الوسط ورمانة الوسط. انا في اعتقادي لو لعب مروان عطيه مع ديانج كان هيكون الوضع احسن بكتير. تريزيجيه ما شفناش منه حاجه لحد دلوقتي خالص تنبئ ان هو هيكون ليه تغيير جامد مع النادي الاهلي. اكتر لاعب ادى بكل امانه في الملعب هو كان زيزو. زيزو بكل امانه كان شعله نشاط في الملعب، خلق فرص كتيره جدا، يمكن هو اللي تسبب كمان في الهدفين اللي جابهم النادي الاهلي تعادل بيهم مع مودرن سبورت. طبعا عايز اقول المنافسه لسه كبيره، لسه طويله، لسه ما بدأش، لسه الموضوع في بدايته، فما نستعجلش ومحدش يبني اي حاجه على تنبؤات او تحليلات، لسه احنا لسه بنسمي ولسه الدوري طويل جدا.